لو انتوا سألتوني ايه رأيك في الرحلة دي او ايه تعليقك على الرحلة دي، هقول لكم الرحلة دي من اسوأ الرحلات اللي انا طلعتها، زي رحلة راس سدر، بسبب عدم وجود نقط شحن من اول ما نخرج من القاهرة لحد ما نوصل، او لحد طريق الصعيد كله لحد اسوان معانا مفيش ولا محطة شحن. فطبعا مساء الفل عليكم، معاكم توني لطيف من قناة الصوت الكهربائية في مصر. النهارده يا جماعة معانا ريفيو مهم جدا 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 لاهل الصعيد الجدعين قوي. كذا حد سالنا في الكومنتات عايز تجربه سفر لاي محافظه من محافظات الوجه القبلي، وطبعا كله قال لك انت مهتم بالمحافظات بتاعت البحر الاحمر ومهتم طبعا بالعلمين الجديده ومهتم بمرسى مطروح. انت ايه بتحب البلبط وعايز تروح تبلبط في الميه؟ طب تعالى بقى شوف الشمس بتاعتنا هتعمل ايه فيك في الحر. طبعا النهارده انا قد التحدي وقلت اعمل ريفيو واختار محافظه من محافظات الوجه القبلي، واختار محافظه بعيده بحيث ان انا اروح تكون العربيه بتاعتي الشحن بتاعها خلص. تمام، فاخترت النهارده محافظه اسيوط. تقريبا المسافه على الجي بي اس لحد ما نوصل محافظه اسيوط تقريبا 400 كيلو او 420 كيلو. عربيتي هتوصلني مرتاح. المشكله كلها من اول بدايه الرحله ان من اول ما نطلع من القاهره لحد ما نوصل اسيوط مفيش ولا محطه شحن هتقابلنا، ولا في الذهاب ولا في العوده. فالرحله دي هتبقى رحله صعبه جدا، وهنشوف بقى النهارده كهربة الناس الصعايده حلوه وتستحمل تشحن العربيه بتاعتنا، ولا الكهرباء بتاعت السد العالي اللي جايه لكم ضعيفه. هيبان النهارده ان شاء الله كده. هنوصل ان شاء الله الرحله دي عاملينها صد رد، هنروح وهنرجع في نفس اليوم. دعواتكم لينا وكملوا معانا الريفيو دون علشان تعرف ايه الصعوبات اللي هتواجهنا في رحله السفر لغايه محافظه اسيوط. كملوا معانا. وصلنا بني سويف، خارجين من بني سويف اهو، مفيش ولا محطة شحن قابلتنا. دي كارتة بني سويف اهي، كده احنا عندنا الكريمات، مفيش اي حاجة. محافظة اسيوط، احنا دلوقتي كده في مركز القصية. وصلنا عند واحد صاحبنا في القصية هنا. طبعا عشان اهل السعادة كلهم اهل جدعان واهل واجب، الراجل استضافني عنده في البيت، ولما عرف ان انا مسافر اسيوط حب يستضيفني. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا في الجراج عنده في البيت. دلوقتي احنا حاطين العربيه على الشاحن عنده. تمام. في مشكله بقى واجهتنا، هي مشكله بالنسبه لي انا لكن مش مشكله بالنسبه للبيت اللي هو قاعد فيه او اللي هو عايش فيه. معظم الناس عندنا في بيوتها عموما بتبقى عامله المفاتيح الكهرباء اللي هي الاوتوماتيك اللي في العداد بتبقى عاملاها 20 32 اخرها. تمام. انا جيت هنا الحمد لله لقيت المفاتيح كلها 20 امبير، مفيش عليها اي ضغط خالص، فهو مش عامل مفاتيح 32 امبير خالص او حتى 40 امبير. طيب المشكله اللي واجهتني ايه انا عندي هنا كتوني في عربيتي، ان الشاحن بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهو في الارض. الشاحن ده المنزلي ده بيخرج 32 امبير عشان يشحن العربيه على امبير عالي. تمام كده. طيب انا جيت دلوقتي واجهتني مشكله، جيت اوصل العربيه، كل ما اوصل العربيه احطها في الفيشه الاقي الفيشه تضرب والاوتوماتيك ينزل. افك السلك، قلت ممكن العيب في الفيشه بتاعت الشاحن بتاعي، افك السلك احطه في الحيطه تاني برضو نفس المشكله، الشاحن يشتغل 3 دقايق ويروح ايه فاصل. طيب عملت ايه؟ اشتريت مفتاح 32 امبير، وبعد كده رحت مركبه في لوحه العداد بتاعته. وبعد ما ركبته في لوحه العداد شغلت الكهرباء، لقيت الفيشه او البريزه اللي في الحيطه
فيها مشكله وبتسخن عشان السلوك اللي داخله الفيشه دي 2 مللي، فلازم السلك اللي يكون داخل البريزه اللي هتحط فيها فيشه الكهرباء بتاعت الشاحن بتاع العربيه ما تقلش عن 4 مللي. تمام كده؟ طيب عملت ايه؟ الموضوع سهل برضو وبسيط. زي ما انتم شايفين كده ده سلك 4 مللي. تمام؟ رحت قاطع الفيشه بتاعتي عادي خالص، ورحت ملحم السلكتين الذكر والنتايه بتوع الشاحن بتاعي في السلك الخارجي اللي خارج من المفتاح الاوتوماتيك على طول ب 4 مللي في 4 مللي على طول داخل دايركت، ولغيت البريزه اللي بحطها في الحيطه. تمام كده العربيه بتشحن معانا. طيب تعال نشوف العربيه بتشحن ولا لا. يلا. لو بصيتوا كده في الشاحن المنزلي هتلاقيه مخرج هنا 32 امبير. تمام، مش عارف الاضاءه واضحه كده، هتلاقيه مخرج 31 امبير. تمام، والعربيه داخل لها لغايه دلوقتي شاحن او شحنه للبطاريه 1 كيلو واط او 1 وربع. طيب العربيه زي ما انتم حضراتكم شايفين كده العربيه بتشحن اهي. تمام، تعال نخش العربيه من جوه. طبعا العربيه لسه حاطه على الشاحن زي ما انتم شايفين كده، مدياني 11 ساعه وداخل العربيه حوالي 6 كيلو وربع. تمام، الوقت ده طبعا هيتظبط وهيعدل تقريبا، الوقت هيبقى 9 ساعات علشان يتظبط والعربيه تشحن لغايه الفول تشارج بتاعها. تمام، انا النهارده الراجل طبعا والصديق لينا من على اليوتيوب مستضيفني النهارده في بيته، وهو كان متصل بيا وكان عازمني، بس قلت اعمل لكم المفاجاه دي. زي ما قلت لكم في بدايه الريفيو كده، كان في ناس من الصعيد اتصلوا بيا عشان عايزين تجربه سفر لاي محافظه من الصعيد، وانا النهارده اخترت محافظه اسيوط علشان تبقى رحله طويله وفي نفس الوقت افضي الباتري واوريكم عملي انا هعمل ايه لما اوصل محافظه اسيوط. تقريبا المسافه اللي مشيتها النهارده حوالي 450 كيلو او 460 كيلو. عقبال ما خرجت من القاهره ولفيت لفه شويه والحمد لله وصلت، والعربيه كانت تقريبا فاضل فيها حوالي 40 كيلو او 45 كيلو وجريت، يعني ماشي 140 ماشي 130 وجريت ومشغل التكييف. طبعا الخطوه دي ما قلتش لحد يجربها الا لما يكون معاه عربيه الباتري بتاعتها فوق ال 400 كيلو، علشان المسافه كبيره ومفيش محطات شحن. ودي النقطه الوحيده اللي قابلتني او العقبه اللي قابلتني، ان مفيش ولا نقطه شحن قابلتني من اول ما خرجت من القاهره لحد اسيوط. فمعاك بقى كده لغايه اسوان مفيش ولا محطه شحن هتقابلك، فانت يا يبقى معاك الشاحن المنزلي بتاع البيت بتاعك وتشحن بيه في اي محطه، لو انت عايز تقف في اي بنزينه تحطها في الفيشه في الحيطه. تمام، يا اما يكون معاك بعربيه الباتري بتاعها فوق ال 500 كيلو زي عربيتي. ان شاء الله هنكمل يومنا النهارده مع صديقنا اللي من اسيوط هنا اللي عامل معانا الواجب، وان شاء الله هرجع بالليل القاهره. كملوا معانا ريفيو عشان تعرفوا هنعمل ايه، وان شاء الله هنتابع مع بعض رحله الرجوع للقاهره. كملوا معانا علشان تعرفوا تفاصيل الرحله ايه. يلا بينا. مبسوط معاك في الرحله. بس يا جماعه احنا كده خلصنا شحن العربيه اهو عند استاذ سامح في القصيه، وخلاص كده هنتجه ان شاء الله للقاهره. رحلتنا خلصت زي ما حضراتكم كده شفتوا في بدايه الفيديو او في بدايه الريفيو. قبل ما اطلع من القاهره كنت قايل لكم ان مفيش ولا محطه شحن هتقابلنا ولا في الذهاب ولا في العوده. تمام، زي ما حضراتكم شفتوا كده وصلت اسيوط مركز القصيه، وحطيت العربيه على الشاحن عند صديقي في البيت، وزي ما وضحت لكم كده في بدايه الريفيو طريقه الشحن ازاي والمشكله كانت واجهك ازاي لو انت ما عندكش فيشه 220 تستحمل السلك اللي داخل لها.
طبعا خلصت شحن العربيه ودورت العربيه. طبعا دلوقتي الساعه لو بصيتوا في الساعه كده دلوقتي الساعه 8 الا ربع الصبح. خلاص انا داخل على البيت عندي ووصلت. الرحله دي اتعملت صد رد الحمد لله في نفس يعني مشيت الصبح امبارح روحت قضيت اليوم مع صديقنا اللي اتواصل معايا من على اليوتيوب تشانل بتاعتنا، وقضينا اليوم وعمل معانا الواجب ورجعت على القاهره تاني. دي كانت رحله من ضمن رحلات السفر اللي احنا بنعملها، والرحله دي اتعمدت اعملها علشان الناس اللي عايزه بتقول لك اعمل لنا رحله لوجه قبلي، فاتعمدت اختار محافظه بعيده وتكون محافظه المسافه بتاعتها طويله، وتكون الرحله دي الرينج بتاعها على مقدره الرينج بتاع العربيه بتاعتي، وفيها سنه مغامره بسيطه لان انا كنت رايح مشغل التكييف وراجع مشغل التكييف، فهي كان فيها سنه مغامره شويه. بس الواحد اتبسط طبعا، الواحد اتشرف بالناس واتعرف على ناس محترمه، واهل الصعيد دول اهل كرم طبعا. لو انتوا سالتوني ايه رايك في الرحله دي او ايه تعليقك على الرحله دي، هقول لكم الرحله دي من اسوأ الرحلات اللي انا طلعتها، زي رحله راس سدر، بسبب عدم وجود نقط شحن من اول ما نخرج من القاهره لحد ما نوصل، او لحد طريق الصعيد كله لحد اسوان معانا مفيش ولا محطه شحن. فطبعا الشركات الخاصه مركزه على الساحل الشمالي، ومركزه على اسكندريه، ومركزه على الزعفران الغردقه، ومركزه على الحتت اللي هي قريبه من القاهره قوي. لكن انا من وجهه نظري انا شايف خط الصعيد مظلوم جدا، وبالنسبه لاهل الصعيد الخطوه دي عمرهم ما ياخدوها ولا يفكروا فيها ابدا خالص الا لما يكون في خطوه من الدوله او يكون في خطوه من الشركات الخاصه. طبعا بالنسبه للناس اللي هتسالني على تكلفه الرحله دي كام، الرحله كانت تكلفتها من اول ما خرجت من القاهره لحد ما وصلت اسيوط كانت التكلفه 15 جنيه للكارته فقط بتدفعها في حلوان وبتوصل بيها لغايه اسيوط. ونفس القصه او نفس الكارته وانت راجع بتقطع الكارته من طريق الشرقي من عند ملاوي لحد حلوان برضو قيمتها 15 جنيه. يعني المشوار ده كلفنا 30 جنيه، وطبعا خدنا حوالي 45 كيلو من عداد البيت بتاع استاذ سامح اللي استضافنا النهارده في بيته وعمل معانا احلى واجب. اتمنى يا جماعه الرحله بتاعت النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، واستنونا في رحلات تانية كتير مع توني لطيف في السيارات الكهربائيه في مصر. السلام عليكم.